في الموسم ده كان اسوان الدنيا بدات ما تظبطش معاه، وان الفئه يعني مش في افضل حاله وهتنزل. فبدا يحصل مفاوضات جديده مع الاهلي والزمالك والاسماعيلي. ماشي. وكان الدكتور عمار شافني في دورة في الامارات مع المنتخب الاولمبي، فقال لهم بس هو ده انا عايز ده في الاسماعيلي. هو كان محب جدا للنادي الاسماعيلي طبعا. فبدا يحصل مفاوضات ما بين الاسماعيلي، ما بين الاهلي، ما بين الزمالك. والاهلي حط 120,000 جنيه لاسوان. يعني كان هيحط 2000 جنيه من سنتين زياده. سنتين 10 شهور. من 10 شهور ها؟ بس انا رحت ما كملتش السيزون. يعني انا رحت في شهر 7. السيزون خلص 5. ماشي. كانت المفاوضات بدات شهر 4، فاللي هو ما فيش يعني 10 شهور بالظبط. فرقت من 7000 جنيه ل 120,000 جنيه. 120,000 جنيه. وعرض الزمالك كان ايه؟ عقد الزمالك ما اعرفش بالظبط كان بس كان في الرينج ده برضه. رحت الاسماعيلي ب 250,000. 250 ضعف الاهلي. ورقم برضه يعتبر كبير جدا وقتها. 250,000 دلوقتي انت بتتكلم مثلا في 25 مليون 200 مليون ولا حاجه دلوقتي. هو الكلام ده كان ايه 95 مثلا؟ الكلام ده كان 94 95 يعني. كان رقم 250,000 جنيه. رقم كبير جدا. اكبر لعيب في مصر كان بياخد، اعلى لعيب في مصر كان بياخد 50,000 جنيه الموسم في العقد. يعني عقد اللعيبه كان حسام وابراهيم وكل لعيبه الاهلي كانوا بياخدوا 50. الاسماعيلي كان بيدي 25,000 جنيه للعيبته بقى، احمد فكري وسعفان كل كبار والعجوز كله ادهم وبشير وفوزي جمال كله. وانت كنت رايح من الاسماعيلي، قصدي الاسماعيلي هيدفع لاسوان 250. انا ما اعرفش حاجه بقى. وهيدي لك انت كام بقى؟ انا خدت في السنه 15,000 جنيه. ماشي. في الموسم. ماشي. ماضي الثلاث فلوس. طب ده رقم كبير برضه. لان انا اول فلوس خدتها من اسوان في ال3 مواسم 4,000 جنيه. في ال3 مواسم؟ 4,000 يعني 1000 وحته في الموسم. يعني 1500 جنيه في الموسم ولا حاجه ولا كده. والله. وكانوا ماشيين الدنيا؟ لا، عقدي كان في اسوان 15,000 جنيه. انا فاكر ان انا خدت مقدم 4,000 جنيه. خدت مقدم 4,000 يعني 15 في ال3 مواسم، يعني 5 في الموسم. 5 في الموسم. فخدت 4 مقدم. دول اللي خدتهم مقدم، والباقي بقى يتقسم بقى على المشاركات والمش عارف ايه. اوكي.